نحييكم أينما كنتم مشاهدي الفضائية إريتريا، ونقدم لكم نشرة مفصلة للأنباء المحلية والعالمية. معكم فيها عبد الوهاب محمد أمان، ونبدأها بأهم وأبرز العناوين. القوات البحرية تؤهل أعضائها. مشروع تجريبي في حلحلة يسير بوتيرة متسارعة. تغيير مشاركة القاشبركة في المهرجان. دونالد ترامب يعلن إلقاء اجتماع سري مع قادة حركة طالبان. قوات تركية تدخل سوريا لبدء دوريات مشتركة مع أمريكا. إعصار كوريا الشمالية يقتل 5 أشخاص ويصيب 3. أهلا بكم مجددا. تلقى 325 من أعضاء القوات البحرية دورة تأهيلية لعام ونصف العام في مركز تأهيل القوات البحرية بدنغولو، وتضمن التأهيل المقدم للقادة والإدارة 21 مجالا لمختلف المجالات الإدارية والعسكرية والبحرية واللغتين العربية والإنجليزية. وقال قائد هيئة أركان قوات الدفاع الفريق فيليبوس ولد يوهانس في مراسيم التخريج أنه ورغم رفع الحظر فإن الأهمية الاستراتيجية لإريتريا باقية للأبد، وتستمر معها التعقيدات السياسية وتهافت القوى الكبرى على المنطقة، مشددا على ضرورة الاستفادة من مناخ السلام الحالي للعمل والجهد والتعلم والتنظيم. من جانبه أوضح قائد هيئة أركان القوات البحرية العقيد ملك تخل مريم أن الدورة التأهيلية المقدمة في المعرفة والعلوم الآنية مهمة للأعضاء من ذوي الخبرة الطويلة. وذكر قائد مركز تأهيل القوات البحرية النقيب إفريم تسفاي أن الدورة التأهيلية تركزت على أساس الارتقاء بالقدرات العسكرية وتقوية الجاهزية لأعضاء القوات البحرية وتبادل التجارب بينهم. وأكد المشاركون في الدورة على أهميتها الكبيرة، موضحين الاستعداد لتطبيقها في العمل. حاضر مناسبة التخريج الوزراء وقادة الجيش ورجال الدين والضيوف المدعوين. قال مدير مؤسسة الماشية والقلال الرائد كبراب أبراهام أن المشروع التجريبي لتنمية إنتاج الألبان ومشتقاته واللحوم بمنطقة حلحلة في مديرية دباروبا يسير جيدا. وأشار إلى أن المشروع التجريبي ينفذ في المنطقة منذ عام 2017 لملائمة المناخ وخصوبة التربة ووفرة المياه. وأوضح بأن المشروع يهدف تنمية الألبان واللحوم لسد النقص في الأسواق وبأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن المشروع الذي بدأ ب 660 بقرة وصل عددها حاليا 2000 بقرة. وذكر عن تخصيص مساحة أكثر من 500 هكتار لزراعة العلف، حيث خلق المشروع فرص عمل لأكثر من 600 مواطن من مدينة دباروبا وضواحيها، فضلا عن 180 مهنيا من خريجي البكالوريوس والدبلوم والشهادات لتنمية قدراتهم. وأفاد مدير متابعة الماشية في حلحلة السيد تخستين لقاسي أن الحكومة أدخلت نوعان من أبقار الألبان واللحوم، وتحلب البقرة الواحدة 36 لترا من الألبان في المرة الواحدة. وأكد سكان دباروبا وضواحيها العمل لإنجاح المشروع إدراكا لفوائده عليهم. دعا الاجتماع الذي عقد لتقييم مشاركة إقليم القاشبركة في مهرجان إريتريا لإحداث إصلاحات في العمل لعكس جيد للتراث وموارد الإقليم وتنوعه. وأوضح رئيس لجنة تنسيق الاحتفالات في الإقليم السيد إدريس صالح في التقرير الذي قدمه لجميع لجان المهرجان أن الإقليم لم يحقق نتائج في الجانب التنافسي، لكنه قدم عروضا تراثية تعكس التنوع والتنسيق الوطني انطلاقا من أهداف المهرجان والتي وجدت الاستحسان من الزوار. وأشار المشاركون في الاجتماع إلى أن إقليم القاشبركة كان منافسا في السنوات الماضية ويحقق الفوز باستمرار، لكن منافسته ضعفت حاليا في كافة مناشط المهرجان، ويجب بحث القصور والضعف وإصلاحها. ودعا المشاركون لإصلاح لجنة التراث لوجود ضعف
واضح عليها وإعادة هيكلة لجنة تنسيق الاحتفالات وضم المهنيين إليها وتعزيز دور خبراء التراث والفن والقيام بتنظيم ووضع ميزانية كافية وضعا في الاعتبار لسعة الإقليم وتعدد القوميات فيه ومنح فترة كافية لتدريبات فرق التراث والموسيقى. وأكد رئيس لجنة الاحتفالات السيد إدريس صالح أن الآراء البناءة المقدمة سيعمل بها مستقبلا لتقديم عروض مميزة. يقوم سكان مديرية جولوج بأنشطة فاعلة لمكافحة الأمراض المعدية التي تظهر في موسم الخريف والملاريا خاصة دعما لأنشطة وزارة الصحة وشركائها. وأوضح مسؤول إصلاح البيئة في المديرية السيد ميكيل جبري هوت أن مرض الملاريا في انخفاض مستمر نتيجة أنشطة التوعية الصحية وأنشطة النظافة، مشيرا إلى ازدياد الإصابة بالملاريا في موسم الخريف بسبب عدم إزالة الأوضاع الملائمة لتكاثر البعوض والإهمال. وذكر عن منع انتشار مرض الملاريا لتوزيع أكثر من 100 ألف ناموسية في المديرية مسبقا إلى جانب حملات النظافة ورش المبيدات الحشرية، داعيا المواطنين لتعزيز أنشطة المكافحة. وأشار إلى مساهمة وكلاء الصحة في القرى لكشف أعراض الملاريا وعلاجها، وحث السكان مواصلة أعمال إزالة أماكن تكاثر البعوض. توفي في 8 سبتمبر المدير العام لقسم الزراعة والأراضي في إقليم شمال البحر الأحمر المناضل كسته أرايا أثناء علاجه في مستشفى أوروتا جراء مرض فجائي عن عمر 65 عاما. التحق المناضل كسته بالجبهة الشعبية لتحرير إريتري عام 1977 وخدم في القوات المقاتلة بمختلف مستويات المسؤولية، وانتقل عام 1994 من وزارة الدفاع إلى إدارة إقليم شمال البحر الأحمر. والفقيد المناضل كسته رب أسرة وأب ل5 أبناء. وسيوار جثمانه الثرى ظهر يوم الاثنين 9 سبتمبر بمقبرة الشهداء بأسمرة. وتعرب إدارة إقليم شمال البحر الأحمر عن حزنها لوفاة المناضل كسته سجاي وتقدم تعازيها لأسرته وزملائه ورفقاء المناضلين. الأنباء العالمية بعد فاصل موسيقي، تفضلوا بالبقاء معنا. فاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجميع بإعلانه إلقاء قمة كانت مقررة سرا مع قادة حركة طالبان الأفغانية ووقف مفاوضات السلام الجارية معه منذ عام، في وقت بدأت على وشك التوصل إلى اتفاق تاريخي ينهي نزاعا مستمرا منذ 18 عاما. وكشف ترامب أنه كان من المفترض أن يلتقي قادة طالبان الرئيسيين وبشكل منفصل رئيس أفغانستان أشرف غني بشكل سري اللاحد في كامب ديفيد. وكان هذا اللقاء غير المسبوق سيعقد قبل أيام من الذكرى 18 لاعتداءات 11 سبتمبر لعام 2011 التي أدت إلى غزو الأمريكي لأفغانستان بهدف إسقاط نظام طالبان لاتهام الحركة بإيواء تنظيم القاعدة. وأوضح مبررا قراره وضعا حدا لمفاوضات السلام أن طالبان اعترفوا باعتداء في كابول أسفر عن مقتل أحد جنودنا العظماء و11 شخصا آخرا سعيا منهم لتكثيف الضغط. عبرت مركبات عسكرية تركية مسلحة إلى داخل سوريا وتحركت باتجاه الجنوب الغربي مع مركبات أمريكية لبدء دوريات مشتركة بهدف إقامة منطقة آمنة في منطقة على الحدود يخضع قالبها لسيطرة قوات كردية. وانضمت مركبات ترفع العلم التركي إلى أخرى في سوريا ترفع العلم الأمريكي على بعد قرابة 15 كيلومتر إلى الشرق من بلدة قاجة قلعة الحدودية التركية بالقرب من تل أبيض في سوريا. وبعد مفاوضات مكثفة أقامت تركيا والولايات المتحدة مركزا مشتركا للعمليات، لكنهما لم تتفقا حتى الآن على عمق المنطقة الآمنة وعلى هيكل القيادة للقوات التي ستعمل هناك. ونفذ البلدان الشريكان في حلف شمال الأطلسي العديد من الدوريات المشتركة بطائرات الهليكوبتر في المنطقة.
أفادت وسائل إعلام رسمية بأن أحد أقوى الأعاصير التي ضربت شبه الجزيرة الكورية تسببت في قتل 5 أشخاص وجرح 3 آخرين في كوريا الشمالية، في أول إعلان عن الخسائر البشرية منذ وصول الإعصار إلى اليابسة. وقبل وصوله إلى كوريا الشمالية ضرب إعصار لينغلونغ كوريا الجنوبية، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين، بالرغم من أن البلاد قد نجحت في أضرار واسعة النطاق. وقالت وكالة الأنباء الكورية المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن الإعصار ترك 460 منزلا و15 مبنى عاما مدمرا أو تالفا أو مغمورا بالمياه في البلاد. فيما ذكرت وسائل إعلام كوريا الجنوبية أن بيونغ يانغ قد تعلن في النهاية عن المزيد من الإصابات والأضرار الناجمة عن الإعصار. وأوردت وكالة الأنباء الكورية الشمالية رسميا أن الزعيم كيم جونغ أون عقد اجتماعا طارئا لمناقشة جهود الوقاية من الكوارث. احتاج البولندي مارشين ديسنيك فقط ل 12 ثانية و12 جزء من الثانية للفوز في تسلق 23 مترا خلال بطولة نظمت بالعاصمة البولندية وارسو، وفاقت سرعته سرعة مصعد في فندق ويستن. دينكس بطل العالم في عام 2016 هو واحد من الأسرع بالعالم في رياضة التسلق التي تشهد زيادة في شعبيتها في قبل الألعاب الأولمبية في طوكيو. انتهت النشرة، نشكر لكم حسن المتابعة والمشاهدة وإلى اللقاء.